في قرية صغيرة على أطراف الصحراء كان في ترعة مهجورة حواليها زرع قمح. في نص الحقل ده كانوا حاطين فزاعة كبيرة قديمة شكلها مرعب، وشغلها يحرس القمح من العصافير. الناس في القرية كانوا بيقولوا إن الفزاعة دي مش طبيعية لأنها بتتحرك لوحدها. في الأول كانوا بياخدوا الكلام ده على إنه مجرد خرافة، بس مع الوقت بدأت الحكايات تزيد. واحدة من اللي جربوا يشوفوا بنفسهم كانت بنت اسمها مروة. مروة كانت دايما بتحب المغامرات، وفي ليلة ضلمة وممطرة قررت تروح الحقل وتتحقق بنفسها من القصة. لما وصلت حست بهواء بارد بيجري حواليها، والفزاعة كانت واقفة سايبة، بس فجأة اتحركت. رجعت وقدمت خطوات صغيرة. مروة وقفت مكانها مش مصدقة. الفزاعة كانت بتتحرك ببطء، ووشها الخشب المكسور كان بيشبه وجه مشوش، والعينين اللي مفيش فيها أي روح كانت بتلمع في الضلمة. مروة حاولت تصرخ بس صوتها اختفى، والرياح شدت أكتر. في لحظة فزاعة قربت منها جدا، وراحت إيدها الخشبية ناحية مروة كأنها عايزة تمسكها. مروة جريت بأقصى سرعة، وراها صوت خشب بيتكسر وكل الحقل بيتقلب حواليها. وصلت القرية وهي نفسيتها متقطعة، وحكت للناس. من اليوم ده محدش قرأ بيروح الحقل لوحده بعد المغرب، والناس بقت بتحكي إن الفزاعة دي مش بس بتحرك، دي بتحرس سر قديم مخبي في الترعة، سر ممكن يغير مصير القرية كلها لو حد حاول يكشفه. والفضول بيخلي القصة دي مستمرة، والفزاعة لسه بتحرك.